هذا الذي أقوله إن شاء الله يبقى في بالكم إلى آخر العمر. ولو عملت به مرة واحدة صرت من أغنى الأغنياء وأكثر الفائزين. ما هي؟ السنة مرة صل على النبي وآله بالكيفية التي أقولها اليوم، بالسنة مرة، لا بالعمر مرة، بهذه الكيفية. كم صليت على النبي وآله؟ هذه الصلوات بالعمر مرة، في حالة مميزة في أرض عرفة، عند الطواف، تحت الميزاب، تحت القبة، في الروضة، مواطن الاستجابة. ما أقوله لكم إن أتقنتها أنت أغنى الأغنياء. ماذا نعمل؟ عندما تقول اللهم صل على النبي وآله أكمل، ماذا أقول؟ صل على الصديقة فاطمة، توقف. يقول هذا سهل، لا، له تفصيل. صل على الصديقة فاطمة واذكر مصائبها. نعم، في قلبك وهل أتاك خبر الأسماري إلى آخره، بنت من، أم من، ابكي قليلا. ثم صل على الحسن المجتبى، تذكر حال الإمام المجتبى وهو يلفظ ما في جوفه دما عبيطا. صل على الشهيد الحسين بكربلاء. والحسين، أنا أقول الحسين أرى بعضكم يبكي، نعم، ذكره مبكي. وصل على علي بن الحسين، تذكر الأغلال الجامعة، ابكي على علي بن الحسين. لحظات تخيل، نعم، التخيل يبكي. صل على محمد بن علي الباقر، ثم على الإمام الصادق، إمامان قتلا بالسم. صل على موسى بن جعفر بالساق المرضوب بحلق القيود. هذه العبارة تبكيك أيضا، خاصة إذا كنت بجوار الجوادين. صل على علي بن موسى، هي صلاة على النبي وآله ولكن بتفصيل. وأرض بطوس يا لها من مصيبة. نعم. وصل على محمد بن علي الجواد الذي قتل في ريعان شبابه، الإمام الأول الذي قتل في سن الشباب، الإمام الجواد عليه السلام، ثم الإمام الهادي، ثم الإمام العسكري. وإذا وصلت إلى ذكر إمام زمانك انطلق في الحب والحديث الحب به. هذه الصلوات إلى الآن صليتها بهذه الناحية، بهذه الكيفية. صلاة على النبي والمعصومين، كله ببكاء مع ذكر كل إمام بتفصيل.